احضر مهرجان واول مره اتكلم في مهرجان كبير زي ده، وسعيده بيه جدا لان بالنسبه لي مهرجان للطفوله دي حاجه تشرفني قوي. انا كتخصص واستشاري في التغذيه العلاجيه بحب قوي اتعامل مع الطفل، وبحب قوي ابتدي بتاسيس الطفل من الناحيه الصحيه. طبعا احنا بنتكلم عن جسد وروح وفكر، وطبعا انا شايفه الروح والفكر بالنسبه للاطفال واخده الاهميه الاولى، وانا يهمني ان انا اهتم بالجسد كمان. يعني اعتقد ان التغذيه العلاجيه هي اللي بتاسس لي الطفل، وهي اللي بتاسس لي تفكيره ودماغه وكيانه، وهي اللي بتخليه يقدر يمشي ويتحرك ويفكر صح. أنا فرحانة جدا إن أنا موجودة، ومن خلال ده عايزة أقدم برضو خدماتي بالنسبة للطفل. بالنسبة للمهرجان أو أطفال المهرجان، أنا بتبرع برضو من خلال المستشفى بتاعتي بحالة مجانية يومية، يعني 30 حالة شهرية لأي مشاكل تخص التغذية العلاجية. طبعا بما فيها السمنة والنحافة. طبعا بشكر الرعاة وبشكر المهرجان وبشكركم كلكم، وبرجع الفضل دوت لمؤسس الجمعية المصرية للسمنة وأمراضها جوزي دكتور محمد البديوي اللي هو له الفضل الأول والأخير.